كل المؤشرات تدل أن المغرب أكثر قدرة على ذلك، وهذا هو التغير الجوهري. المغرب أكثر قدرة على ذلك، لكن حاليا فرنسا لمن تميل؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمن يميل حاليا؟ يعني هناك من يقول إنه قد يميل أكثر إلى الجزائر حاليا. هو شخصيا يمكن أن يميل إلى الجزائر هو والجماعة في قصر الإليزيه، لكن الأرقام تشير أنه حتى إذا مال هناك فإن السؤال هل هو أثقل أم ال 11.6 مليار دولار التي تستفيد منها الشركات الكبرى الفرنسية. وطبعا بطبيعة الحال هو يستطيع أن يميل مثل ما يريد في مكتبه. ما الذي سيفوز أو سيرجح كفة تحسين العلاقات في الأخير؟ هل هي الشراكة التاريخية والتقليدية والعلاقات طبعا الراسخة، أم المتغيرات الحالية والتي جعلت نجم فرنسا يأفل مثلا في إفريقيا؟ هل يمكن أن يحصل نفس الشيء معها في الجزائر والمغرب؟ نتحدث هنا عن العلاقات بين فرنسا والجزائر والمغرب. فرنسا إذن تريد المضي قدما في العلاقات بين هاتين الدولتين رغم الخلافات والمنغصات. الكلام للرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطابه عن الاستراتيجية الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا، خطاب يأتي في وقت تشهد العلاقات تشنجا بين باريس وكلا الدولتين. فإلى أي مدى يمكن أن توازن باريس علاقاتها مع البلدين الغريمين، وكيف؟ نطرح هذا السؤال إذن على سيد ناصر ودادي. إن وصفنا العلاقات الثنائية بين باريس والرباط من جهة وبين باريس والجزائر من جهة أخرى، كيف يمكن أن نصفها؟ هل فرنسا واقعة في فخ التنافس بين المغرب والجزائر، أم أنها ربما كانت صنعت هذا الفخ ثم وقعت فيه؟ أظن أن التوصيف الثاني هو الأدق. أن فرنسا كانت تمسك بالعصا من النصف، وحسب الظروف تكيفها لمصلحتها. الواقع الآن بالأرقام، التجارة البينية بين فرنسا والمغرب في حدود 11.6 مليار دولار سنويا في سنة 2019 قبل الجائحة، وبين فرنسا والجزائر تقريبا 6.5 مليار دولار. لكن هناك فرق جوهري، هو أن الاستثمارات الفرنسية، السوق المغربية تشكل يعني ثقل مهم بالنسبة لفرنسا بسبب كثافة حضور الشركات الفرنسية والمصالح الاقتصادية الفرنسية هناك، وأيضا عامل السياحة. والهدف هو القول أن العلاقات ما بين فرنسا والمغرب أكثر يمكن أن يكون الداخل الفرنسي أو القوى الفاعلة الفرنسية أكثر حساسية لها، أي تعقيدات يمكن أن تمر بها. بينما العلاقة مع الجزائر هي في الحقيقة النقطة اللي حساسة الوحيدة يعني فعليا عمليا، هي نقطة الطاقة، الغاز. إذ أن فرنسا تستورد تقريبا 11% من حاجتها من الغاز من الجزائر. الحقيقة هو أن هناك حصل تغير جيوستراتيجي جذري. المغرب أصبح قوة صاعدة ويلعب على عدة محاور وبعدة طرق من أجل إيصال رسالته ومن أجل أيضا الدفاع عن مصالح. بينما الجزائر لا زالت، يعني الجزائر قوة مهمة ولا يمكن الاستهانة بها، يعني الجزائر. لكن في النهاية السؤال هو هل يستطيع النظام في الجزائر والنظام في المغرب أيهم أكثر قدرة على التأثير داخل فرنسا وتغيير السياسات الفرنسية؟ كل المؤشرات تدل أن المغرب أكثر قدرة على ذلك، وهذا هو التغير الجوهري. المغرب أكثر قدرة على ذلك، لكن حاليا فرنسا لمن تميل؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمن يميل حاليا؟ يعني هناك من يقول إنه قد يميل أكثر إلى الجزائر حاليا. هو شخصيا يمكن أن يميل إلى الجزائر هو والجماعة في قصر الإليزيه، لكن الأرقام تشير أنه حتى إذا مال هناك فإن السؤال هل هو أثقل أم ال 11.6 مليار دولار التي تستفيد منها الشركات الكبرى الفرنسية. وطبعا بطبيعة الحال هو يستطيع أن يميل مثل ما يريد في مكتبه. الواقع يقول أن فرنسا لديها مصالح حيوية أكبر حالا في المغرب. سيد نزار مقني، مصالح حيوية أكبر مع المغرب، يقول سيد ناصر ودادي بشأن العلاقات مع هذه الدولة، لكن التوازن ضروري بالنسبة لباريس في العلاقات بين هاتين الدولتين.
كيف يمكن لفرنسا أن تواصل الإمساك بالعصا من المنتصف وألا تزعج هذا وألا تغضب ذاك؟ هو يعني فرنسا أراها أنها أزعجت الجزائر في عديد من المحطة الأخيرة، محطة أزمة الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي نعم، وهي محطة أزعجت كثيرا يعني النظام الموجود في الجزائر، والذي طالب مباشرة واستدعى سفيره لدى باريس، وهذا يعني يعتبر أحد رسالة مباشرة إلى السلطات الموجودة في فرنسا، إلى القصر الإليزي. هنا أرى أنه كما قال زميلي السابق أن فرنسا تميل إلى الجزائر. نعم، ساركوزي عفوا ماكرون يميل أكثر إلى الجزائر، لأنه طبيعة الحالة اليوم، الحالة الجيوسياسية والصراع الجيوسياسي وحول الطاقة. اليوم نرى أن فرنسا تريد الطاقة، أوروبا بصفة عامة تريد الطاقة، تريد تعويض ال 45% من الطاقة الروسية التي كانت، أو من الغاز الروسي الذي كان يروي يعني عطش القارة العجوز. اليوم يرون أن هذا التعويض يجب أن يكون من الجزائر ومن الجهة الجنوبية من البحر المتوسط، وهذا ما ذهبت إليه مثلا جورجيا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية، التي بحكم الاتفاق الذي حصل بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا الأخير في الزيارة الأخيرة، يعني أصبحت إيطاليا هي الشريك الاستراتيجي لنقول بين ظفرين مع إيطاليا، وهذا يقلق كثيرا فرنسا خاصة مع الطبيعة اليمينية الذي الموجودة اليوم في روما، وهذا يقلق كذلك، وخطابها يقلق كثيرا قصر الإليزي. هنا أرى أن البراغماتية والمرونة التي تمتاز بها السياسة الخارجية المغربية قد ترجح أن يكون هناك علاقات أكبر بين المغرب وبين فرنسا، خاصة وأن هناك تطبيع للعلاقات وعلاقات استراتيجية خاصة مع إسبانيا، وكذلك يعني يوجد يعني حتى مشاريع الاتفاقيات حول يعني إنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها بين المغرب وغيره. هذه نقطة مهمة سألني يعني عليها. نقطة أخرى باختصار أرجوك. نقطة أخرى يعني أخيرة باختصار. نعم، نقطة أخرى أن الجزائر يعني ليست لها مرونة المغرب في السياسة الخارجية، لا اشتراطات موجودة منها الذاكرة الوطنية وكذلك عديد الاشتراطات الأخرى الاقتصادية على فرنسا لكي يتم تطبيع العلاقات وأن تكون في مستوى استراتيجي، وهذا لا المغرب الآن وضع مسألة الصحراء باريس صحراء. نعم، كنقطة أساسية كمحدد أساسي للعلاقات. نعم. طيب أذهب إلى السيد نعم، هو الجزائر والمغرب. نعم. أذهب إلى السيد يوسف الفارسي، أسألك يعني فرنسا تحاول دائما اللعب على الحبلين، أن تمسك العصا من المنتصف، ألا يمكن أن تخرج من هذه اللعبة كخاسر أكبر بدل أن تكون الرابح الأكبر؟ أي ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تدير المغرب والجزائر ظهرها إلى فرنسا؟ لا بالعكس، طبعا فرنسا هي تعتبر يعني الدور المحوري والقائد للدول المتوسطية اللي هي دول شمال الغرب، خصوصا يعني فرنسا تعتبر يعني عندها علاقات حتى قرب جغرافي في منطقة مع المغرب والجزائر، وبالتالي نحن نعرف أن الدور الفرنسي بدأ يتجه بقوة داخل هذا المنطقة بشكل كامل، خصوصا مع الجزائر بالذات. يعني الآن مسألة السلع الاستراتيجية الغاز أصبحت حاجة ملحة لدى فرنسا ولدى الدول الغرب المتوسطية، والدول الأوروبية تعتبر هي الآن المورد الرئيسي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتعويض الفاقد حقيقة من هذه الدول خصوصا الجزائر وليبيا. وبالتالي المسألة تكمن يعني لاحظنا نحن العمل قام به الدولة الفرنسية في دول الساحل بشكل كامل، والآن بعد يعني خروج فرنسا من دول الساحل اللي هي مثلا بوركينا فاسو على الأقل ومالي، وتوجيه هذه القوة الآن وتوجيه هذا الدور الفرنسي المحوري بعد الرحلات الذي قام بها يعني الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب حقيقة الذي تثمن الجهود له. بالتالي الآن يحاول يتجه إلى الدول اللي هي المحاذية، الدول الغرب المتوسطية خصوصا الجانب المغرب، لأنها تعتبر هذه المنطقة هي منطقة الآن يعني فيها علاقات تبادل حتى الجانب الاقتصادي كما ذكر زميلي سالف الذكر. هناك قوة تبادل حقيقة في هذه المنطقة، ولكن كانت يعني ليست بالمستوى
الذي كان حقيقة في السابق، ولكن الآن سوف يعود هذه العلاقات التبادلية سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي، خصوصا حتى على مستوى التنسيق في هذه المنطقة، حتى في اتفاقيات السابقة في 95 برشلونة، والاتفاقيات التي كانت تتمثل في مستوى الاقتصادية سواء كانت الطاقة والغاز، الأيدي العاملة، الاستثمارات، العامل الجغرافي، العامل الديموغرافي، هذه كلها أمور تذهب في إطار توثيق العلاقات مع الجزائر والمغرب. كذلك مواجهة التحديات اللي هي الأمنية بشكل كامل، والهجرة، الإرهاب، الجريمة، كل هذه الأمور يعني. أختم مع السيد ناصر الودادي في هذا الموضوع، وأعيد صياغة سؤالي لسيد يوسف الفارسي. سيد ناصر الودادي، ما الذي سيفوز أو سيرجح كفة تحسين العلاقات في الأخير؟ هل هي الشراكة التاريخية والتقليدية والعلاقات طبعا الراسخة، أم المتغيرات الحالية والتي جعلت نجم فرنسا يأفل مثلا في إفريقيا؟ هل يمكن أن يحصل نفس الشيء معها في الجزائر والمغرب في ظل علاقات متوترة حاليا؟ هو المؤكد أن فرنسا لم تعد تلعب الدور التاريخي الذي كانت تلعبه في منطقة شمال إفريقيا، وأن النفوذ الفرنسي خصوصا مع الحلف الأمريكي المغربي، وأيضا رفض الجزائر بالتعلق بأي حلف مركزي مع أي دول وتنويع علاقاتها، النتيجة النهائية هي أن الدور الفرنسي يتراجع، لكن هذا لا يعني أن فرنسا ستختفي غدا. العلاقات عميقة جدا ما بين الأطراف، وأيضا لا ننسى أن البلدين كلاهما يحتاج فرنسا لحاجته هو. ما يحدث فقط هو أن المغرب قوة صاعدة، وأن الجزائر أيضا قوة موجودة، وأن فرنسا يجب أن تتأقلم مع هذا الوضع الجديد، وخصوصا على القادة في المغرب والجزائر أيضا أن يفهموا أن هناك خطوطا أيضا حمراء فرنسية لن تقبلها، وأن فرنسا ما تبحث عنه في النهاية هو دورها الريادي في أوروبا الغربية. شكرا السيد ناصر الودادي، كنت معنا من واكشوط، وأشكر أيضا السيد نزار مقني كان معنا من تونس العاصمة، والسيد يوسف الفارسي كان معنا من بنغازي في ليبيا. وشكرا لكم على متابعة نقاش المغاربي. إلى اللقاء.